بنبدا الانمي بشخص قاعد بيلم رمل من الارض وبيمسح عرقه، وبعدين بعد بيخلص بيروح لست وبتقول له انا مش عارف اشكرك ازاي. بيقول لها ما تنسيش تتصلي بيا على طول، وبيمشي وهو محمل الرمل على العربيه. وبعد كده بنروح لمكان فيه عمال كتير، والنور تشان ده اللي هو بنعرف اسمه من هي بتقول له الست يعني بيبقى بيشيل اكتر من الناس كلها وبيتحرك بسرعه وبيخلص الشغل قبل الناس كلها. في اخر اليوم صاحب الشغل بيقول له شكرا جدا ليك يا نور، احنا بسببك مش هنتاخر عن التسليم. وهو بيكلم نور بيلمح نور في الكهف ويسمع صوت حد بيطلب المساعده، وبيسيب الراجل وبيطلع يجري على الكهف وبيشوف مجموعه من الفرسان وبنت مربوطه بحاجه سحريه تقريبا واقفين قدام بقره عملاقه. قبل ما نكمل ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب الجميل لو اول مره تنورني، ويلا بينا نرجع بالزمن ل 15 سنه ورا في بيت ريف صغير كده. نور قاعد بيولع حطب وبيطحن شويه اعشاب وبيقدمها لمامته اللي بتكون مريضه، وبعدين بيقول لها انه لازم ياكل المعيز عشان يوديهم التل. فامه بتقول له نور ما تتجوزش الصخره الضخمه. قال لها عارف، انا هجيب ارنب بري وبعض المكسرات وانا جاي. فيبان على مامته التعب اكتر، فبيقول لها نور استني انا هغلي ميه تاني. فبتمسكه امه وبتمسح وشه وبتقول له اسفه اني مش بعمل حاجه عشانك، بس على الاقل عيش الحياه اللي انت عايزها. نرجع بالليل ونور واقف بيحضر شوربه الخضار وبيقول لمامته ان الاكل جاهز، بس بيكتشف انها ماتت. بيزعل شويه وبعدين بيدفنها، وبيحاول نور يتعافى بانه يعمل اللي كان بيعمله وهي عايشه من صيد وزراعه ودراسه. وفي ليله وهو بيدور في المكتبه بيلاقي كتاب، فبيفتكر ابوه وهو بيحكي له قصه زمان عن فارس قتل مع اصحابه تنين وتعلم سحر ورفع لعنه من على الغابه، وانه بيرفع سيفه وبيهزم الشر، وان ده هو المغامر. بيفتكر نور كلام امه بانها قالت له عيش الحياه اللي انت عايزها. فتاني يوم بيحط اكل كتير للحيوانات وبيروح لقبر امه وابوه وبيقول لهم انا هبقى مغامر. وبيمشي وبيعدي لاول مره الصخره وبيوصل للمدينه وبيدخلها وبيبقى منبهر باللي بيشوفه وعينه بتلمع كده. وبيوصل لنقابه المغامرين، فبيقول له الراجل اللي واقف في الاستقبال ان ده مش مكان للاطفال. فنور بيقول له بس حارس البوابه قال لي ان ممكن ابقى مغامر هنا. فبيرد عليه وبيقول له ارجع لوالديك. فبيقول له نور الاتنين ماتوا. فبيقول له الراجل بما انك كده فاول حاجه لازم تروحها مدرسه التدريب الملكيه عشان تقدر تبقى مغامر. لو كنت عاوز تبقى مغامر فاكتسب بعض المهارات الاول. فبيقول له نور مهارات باستغراب كده. فبيرد عليه ويقول له فن السيف والسحر وحاجات زي كده. فبيروح نور وبيقول لنفسه انه هيختار سياف، لان الابطال في القصص بيوقعوا التنانين بضربه واحده. وهو واقف بيتمرن وسط الناس واحد من المتدربين سيفه بيولع النار. وبعد شهور من التدريب كله بيكتسب قدرات الا نور. فبيقول للمعلم كده كفايه يا نور، كل ده مضيعه للوقت، الحاجة الوحيدة اللي انت اتقنتها هو التفادي عشان تتجنب هجوم عدوك. اعتقد هيبقى احسن لو اخترت طريق تاني، ممكن تلاقي موهبتك في مدرسة تدريب تانية. فبيروح نور لمدرسة المحاربين وبيقول ان ده قريب للمغامر، ويبدأ نور في التدريب. بس كالعادة بعد الشهور المدرب بيقول له انا معترف بجهودك، بس انت عملتش حاجة غير مجرد تحسن صغير في قدراتك البدنية، لو اجبرت نفسك ان انت تكمل هتخسر حياتك. بيروح نور لمدرسة الصيادين وبرضه نفس الكلام، ونفس الكلام لمدرسة اللصوص. ومدرسة السحر قدر يطلع شعلة صغيرة بس، وحتى تعلم الشفاء برضه ما بيقدرش يعمل حاجة غير انه يشفي الجروح الصغيرة. بيرجع للنقابة بيقول له صاحب النقابة انا اسف بس مش هقدر اسجلك كمغامر وانت ما امتلكتش اي قدرة فائقة. فبيخرج نور من المدينة وبيرجع البيت وبيقول انه مش موهوب، وبيقرر انه يتخذ كريستيانو رونالدو كقدوة ليه، ويقعد يتمرن كتير ويبدأ يتمرن على مهارة السيف. وبعد سنة بيقدر يتفادى 10 سيوف في نفس الوقت، وبعد 3 سنين 100 سيف، وبيكون مكتسبش مهارات تانية. وبيقول اني لازم اتدرب اكتر واكتر، وبعد 10 سنين بتكون مهارته زادت لدرجة انه بيصد الاف السيوف. وبيقول لنفسه بعد 14 سنة مفيش مهارة جديدة بس لازم احاول. وبيروح مرة تانية لنقابة المغامرين لمحاولة أخيرة للانضمام، وبتكون موظفة الاستقبال مبهورة من إن قدراته قليلة جدا، وبتقول له أنت عارف عن مدارس العاصمة؟ ولسه هتحكي. بيقول لها أيوة عارف وجربت كلهم. فبتقول له أنا آسفة. فبيطلع رئيس النقابة وبيتعرف على نور، فبيشرح له رئيس النقابة إن في رتبات كتير للمغامرين، وأقل رتبة هي إيه، بس عشان أعترف بيك في الرتبة دي لازم يبقى عندك أكتر من مهارة مفيدة، بس أنت ما عندكش ده. بس ده مش معناه إنك مش هتبقى مغامر. بيقول له نور يعني إيه؟ قال له في رتبة اسمها اف مش معروفة وهي أقل من إيه. فبيقول له النور اقدر اسجل فيها. فبيقول له رئيس النقابه بس في شروط الاول، انك ممنوع من قتل اي شيء او اي مهمه لها علاقه بالقتل أو تخرج من المدينه لجمع العناصر. الحاجه الوحيده اللي تقدر تقبلها بس هي مهام متنوعه في كل انحاء المدينه عشان تساعد الناس، واكيد مفيش حد غبي هيبقى مغامر عشان يعمل كده بس، وهي اصلا كانت وظيفه للشحاتين في المدينه. فبيقول له نور انا ما عنديش مانع سجلني. فبيسجله وبيفرح نور بالرخصه، وبيبدا نور يشتغل ويتدرب على السيف. وبعد ما بيخلص وبيقول لنفسه ان حلمه اتحقق وبقى مفيد للناس، واي حاجه اكتر هتبقى طمعه. وبنرجع لنور وهو بيشوف النور او اللي بتنده للمساعده، وبيدخل الكهف وبيشوف البقره وبيقول اني شفت الحاجات دي في الكتب لكن البقره دي حقيقيه. بتبدا البقره تتحرك وبتهجم على الفرسان. بيجري نور على واحد البقره هجمته فبيلاقيه ميت، وبتقتل البقره باقي الفرسان كلهم.
وبتفضل البنت بس، وبتبقى البقرة هتهجم على البنت، بيجري نور وبيمسك سيف وبيرمي حجارة على عين البقرة، فطبعا مش بتتأثر بس بتتعصب وبتجري على نور، فبيجري نور منها وبيستعمل مهارته وبيطير البقرة، بترجع البقرة وتهجم مرة واثنين وثلاثة، بيفضل نور يصد بس لأنه ما عندوش مهارة أكتر من كده، بس البقرة بتفتكر البنت وبتهجم عليها تاني وتسيب نور، فبيستعمل نور خطوة الريشة وبيصد الضربة وسيفه بيتكسر، وبيقول لو حتى مش هبقى مغامر بس على الأقل أحمي البنت دي، وبيفتكر كلام أبوه وبيصد الضربة بالسيف المكسور، فبتترد الضربة للبقرة وبتقطع رقبتها. بيكتشف نور قد ايه هو ضعيف، وفي وسط حزنه بتشكره البنت وتقول له انها عايشه في سوا، وبتقول له ممكن اسمك، فبيقول لها لا انا شخص مش مهم، وبيخرج نور من الكهف، فبيبقى زعلان ان مجرد بقره عملت فيه كده، وبيقول لنفسه انا لسه قدامي كتير وقدامي تدريب كتير، فيا ترى هيعمل ايه وهيبقى مغامر ولا لا؟ ده هنعرفه الحلقه الجايه. ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب لو ما كنتش عملت.